السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايب لك عربيه كيا فورتي، مش كيا سيراتو. دي موديل 2013. فالكيا طبعا الفورتي بتبقى خليجي، فبتيجي منزل فيها اوبشن غير اللي موجود هنا في مصر. هنتفرج على الاوبشن واحده واحده كده طبعا واحنا بنتفرج على العربيه، ولكن الحاله العامه بتاعتها طبعا من الخارج ما شاء الله زي ما انت شايف معايا. بالنسبه للبوهيه بتاعتها، هي ما فيهاش جرام واحد من البوهيه، وكمان اللون اللي معانا لون قلبك ما شاء الله، فدي حاجه ممتازه جدا. وزي ما انت شايف العربيه من الواجهه الاماميه حتى تحس ان هي مختلفه عن الكيا السيراتو العاديه اللي موجوده عندنا هنا في مصر كهيئه. يعني انا لو طلعت لك الاختلافات هتلاقي حاجات بسيطه من وجهه نظرك. تعريجه في الاكسدام مثلا، الكشاف بيبقى جاي فيه زونات معينه كده غير اللي موجوده عندنا. انت ممكن الحاجات دي تلاقيها من وجهه نظرك حاجات بسيطه، ولكن طبعا لازم يكون في فرق بين العربيات. حتى في الالنترا والافانتي بيكون في اختلافات برضو في التابلون من الداخل، وبرضو في الواجهه الاماميه حاجات بسيطه بتبقى تعريجات شكل الفانوس، في عدسات معينه ما بتبقاش موجوده في كده. يعني انت ممكن تلاقي اختلافات بسيطه زي ما انا بقول لك كده. وزي ما انت شايف طبعا من الواجهه الاماميه ما شاء الله عندك هنا هتلاقي الاختلاف في الشبكه. انا مش هقول لك هو فين، انا هقول لك بس الحاجات اللي فيها اختلافات. الاختلاف بيكون في الشبكه هنا، والاختلاف بيكون كمان في الفانوس بتاع العربيه. انت دور بقى براحتك كده، شوف الفرق، حط الصورتين جنب بعض ودور كده وقول لي انا قلت لك صح ولا لا. بس انا هسيبك انت بنفسك كده تدور عليه. العربيه دي كمان سعرها حلو قوي، ان شاء الله اقوله لك عن طريق الهاتف المحمول. تواصل معايا وان شاء الله اجيب لك افضل سعر فيها من خلال المعرض. العربيه كمان هنا موجوده في معرض اوتو وهدان. المعرض ده موجود على طريق شبين الكوبا وسنا امام قرية دهب. من الواجهه الاماميه اعتقد ان انا ما سبتلكش حاجه ما اتكلمناش عليها. كمان عندك هنا فوج لايت تحت في الاكسدام ما شاء الله، ما فيش خرابيش حتى في الاكسدام، حاجات بسيطه جدا في الاكسدام مش باينه اصلا، جميل. وبالنسبه للكبوت بتاعها برده ما شاء الله ما فيهوش اي بوهيه ولا اي خرابيش، فدي حاجه ممتازه. من اللون الابيض كمان من عيوبه ان هو بيبان فيه اقل ملحوظه، فلو في خرابيش هتلاقيها باينه بصوره واضحه جدا. تعالى ما نبص بقى على جنب العربيه، ولكن قبل ما نبص عليها حابب ان انت تدعمنا بلايك جميل من ايديك الحلوه. وكمان لو انت مش مشترك معانا في القناه، شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معانا في القناه. يلا بينا. طبعا هنا اول حاجه بتكون ملفته في جنب العربيه هي الجنوط بتاعتها. الجنوط هنا بتنزل 15 بوصه 205 65، فدي حاجه ممتازه. الكاوتش محترم جدا، الكاوتش لسه يعتبر جديد، حالته فوق 90%، فدي حاجه ممتازه. كمان اللي لسه البتاع ده الشوك بتاعه موجود فيه، فبرضه الكاوتش مش هتصرف عليها كاوتش لو انت واخدها، لان العربيات المستعمله معظم الناس بتشتريها بتلاقي فيها حاجات من الهوالك دي بتكون بايظه او هتبوظ يعني قريب. فطبعا العربيه ما شاء الله فيها طقم كاوتش، دي حاجه ممتازه. عندك كمان هنا في الاوكر النيكل اللي موجوده معانا، عندك فتحه سقف، عندنا هنا طبعا المرايات اللي بتكون ضم وضبط كهرباء، وفيها كمان هنا اشاره في المرايه زي ما احنا شايفين. فده بالنسبه لجنب العربيه. كمان كحاله زي ما انت شايف العربيه كمان من اللون الابيض، فلو اي خربوش بيبان فيها بسرعه. عندك كمان هنا لسه اللزق بتاع الفابريكا اللي بينزل فيها موجود معانا هنا اهو زي ما انت شايف على الباب هنا اهو. والعتبه برده من تحت هنا زي ما انت شايف كده فيها لسه الفليتو بتاعها من تحت، فلو في اي تعديل او حاجه الحاجات دي بتطرقع جميل. زي ما انت شايف لسه الفليتو موجود معانا اهو، فدي حاجه برده ممتازه قوي في جنب العربيه. جميل كده، مش حابب ان انا اطول عليك. ده بالنسبه لجنب العربيه. ما تنساش بقى زي ما احنا بنتعب وبندور لك على الحاجات الحلوه تعمل لنا لايك بايديك الجميله، مش هيكلفك اي حاجه. وكمان لو انت لسه ما اشتركتش معانا شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معانا في القناه. يلا ما نشوف ظهر العربيه مع بعض. بالنسبه بقى لظهر العربيه زي ما انت شايف معايا، طبعا هنا العربيه اميز حاجه فيها ان هي بتنزل موتور جي دي اي اللي هو بتكون الاعطال بتاعته معروف ان هي قليله. عندك كمان في سنسور بارك خلفي. العربيه هنا بتكون فورتي زي ما قلت لك مش كيا سيراتو. عندنا طبعا الفوانيس هنا بتكون فيها اختلاف زي ما احنا عارفين طبعا الكلام ده بالنسبه للسيراتو والفورتي. جميل. هنا طبعا مفيش اي اختلاف تاني في الشنطه. وكحاله زي ما انت شايف بقى مش محتاجين ان احنا نتكلم، العربيه زي ما قلت لك ما فيهاش جرام واحد بوهيه، كمان ما فيهاش خرابيش. الاكسدام بس فيه هنا كام حته صغيره كده خربوش. وطبعا الاكسدامات حتى لو اترشت او انت غيرتها معروف ان هي ما بتعبش العربيه. تعال لما نشوف الشنطه بتاعتها برده كده نشيك عليها. تعال نشوف الشنطه مع بعض كده. زي ما انت شايف هنا الشنطه طبعا بالنسبه للمساحات والكلام ده تقريبا هتلاقيها واحد. هنا بقى شايف ما شاء الله كمان التقفيل كمان بتاع العربيه ما شاء الله حاجه محترمه جدا. هنا طبعا مفيش ولا خرابيش ولا الكلام ده ولا حتى في تكليح ولا اي حاجه. هنا طبعا عندك الدراع ما شاء الله بتاع العربيه زي ما هو. الكليبسات هنا باين عليها ان هي ما اتفكتش قبل كده، فدي حاجات برضو من الحاجات اللي انت لازم تبص عليها وانت رايح تشوف العربيه زي ما احنا عارفين. هنا عندك طبعا القرون بتاعه العربيه بتاعه الشنطه زي ما انت شايف كده
ما فيهاش ولا خبطه ولا الكلام ده. دي اهم حاجه برضو، لازم تشيك على الحاجات دي كلها وانت بتتفرج على العربيه. تعال اما نشوف بقى المسطحات بتاعه العربيه ونبص على الانتيريور بتاعها. يلا، ده بالنسبه للشنطه والمسطحات بتاعه الشنطه. عندنا السقف طبعا، فتحه سقف العربيه زي ما قلت لك في اول الفيديو ما شاء الله. عندنا طبعا هنا الكبوت والمسطحات بتاعه الكبوت. طيب تعالى اما نشوف بقى الصالون كده الخلفي مع بعض. بسم الله، الاوكر النيكل طبعا، وده بالنسبه لحله الباب زي ما انت شايف معايا. كمان عندك هنا بالنسبه للصالون بتاع العربيه ما شاء الله فرش جلد بالكامل. وعندك كمان هنا في مسند للراس. عندنا العربيه فيها ايرباجات في القوايم الخلفيه زي ما انت شايف معايا، والعربيه كمان فيها ايرباجات في القوايم اللي في النص وفي القوايم الاماميه. هنشوف كل ده مع بعض دلوقتي واحنا بنتفرج على الصالون الامامي. عندنا هنا طبعا ما شاء الله الزراير والتحكم في المرايات الضم والضبط الكهرباء. عندنا طبعا هنا الكراسي زي ما قلت لك ان هي بتكون من الجلد بالكامل. وعندك الطاره المالتي فانكشن بالكامل. العربيه هنا ما شاء الله بالنسبه للاوبشن اللي موجود فيها طاره مالتي فانكشن بالكامل زي ما انت شايف، وفيها بلوتوث، ولكن ما بيكونش فيها كروز كنترول. لكن العربيه فيها ايرباج للسواق وايرباج للراكب الجانبي. وعندك ايرباجات في القوايم هنا الاماميه، وعندك ايرباجات في القوايم اللي في النص، وعندنا طبعا الايرباجات الخلفيه، وفي كمان ايرباجات موجوده هنا في الكراسي. فالعربيه فيها 10 ايرباج زي ما قلت لك. العربيه كمان عددها 140,000 كيلو، 145,000 زي ما احنا شايفين. عندنا طبعا هنا بالنسبه للكونسول بتاع العربيه الكاسيت العادي، تكييف بكر عادي جدا برضو. العربيه كمان فيها سخانات كراسي اماميه ما شاء الله زي ما احنا شايفين. بالنسبه للفتيس بتاعها العربيه كمان هنا فيها اوامر صوتيه. فبالنسبه للعربيه وحالتها ما شاء الله حاجه ممتازه جدا، وكفايه ان هي فيها 10 ايرباج. فدي حاجه برضو مختلفه عن العربيات اللي احنا بنشوفها. ومفيش سيراتو هنا حتى في مصر على فيها ما فيهاش الاوبشن بتاع عوامل الامان ده. وكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.